يا مساء الفل واهلا بيكم يوم جديد من يوميات مطبخ بندق. اتمنى تكونوا بخير وانتوا بتشوفوني دلوقتي. لو اول مره تشوفوني انزلوا بسرعه اعملوا سبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس عشان توصلكم اشعارات بكل جديد بنزله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. تعالوا النهارده نعمل حاجه سهله جدا وحلوه جدا. هنعمل تورته سهله جدا ما فيهاش اي تفاصيل كتير، مكونات بسيطه جدا زي ما انتوا شايفين، مش هتاخد معانا اي وقت، في نفس الوقت هتطلع حلوه جدا جدا وان شاء الله هتعجبكم. وتكتبوا لي في الكومنتات وتقولوا لي رايكم ايه. هنعمل بلاك فورست اقتصاديه جدا، تنفع للناس اللي بتشتغل اونلاين، تنفع نعملها في البيت كده لينا ولولادنا يتبسطوا جدا منها. سهله جدا ومتاخدش اي وقت. كل اللي هنحتاجه كوبايتين من دقيق الاسبونج، ده موجود طبعا عند العطار او مستلزمات الحلواني. كوبايتين دقيق اسبونج هيبقوا حوالي 375 جرام. وهنحتاج 4 بيضات. هو دقيق الاسبونج فيه كل حاجه، بس انا بحب احط شويه فانيليا صغيرين، فهنحط برضو على البيض معلقه صغيره من الفانيليا. تمام. وهنحتاج كمان تلت كوبايه من الميه. بس كده خلاص، ودي كده تبقى المقادير بتاعتنا خلصت. كل اللي هنعمله ان احنا هننزل بالبيض على الدقيق بتاع الاسبونج، وهننزل عليهم بتلت كوبايه الميه، وهنبدأ نضربهم بالمضرب الكهرباء. الوصفة دي ما تنفعش ولا في الخلاط ولا يدوي، لازم تعمل يا بمضرب كهرباء يا اما في العجان، فاحنا هنعملها النهارده بالمضرب الكهرباء. هنبدأ بقى نضرب كله مع بعضه لحد ما يبدأ لونهم يتغير ويفتح جدا والحجم بتاعهم يزيد. بعد ما بيفتح بالشكل ده كده والقوام بتاعه بيبقى تقيل جدا كده، خلاص بوقف ضرب. هو كده وصل للقوام المناسب. هجيب بقى الصاج اللي هخبز فيه واوريكم هنعمل ايه. هنجيب بقى صاج كده مقاس 30 في 40، ده اللي هياخد الكميه اللي احنا عملناها. تمام. وهنفرد فيه ورقه من الزبده، هنحاول نثبتها كده بقطعه من العجين بالشكل ده كده. نحط حته هنا ونثبت بيها، وبرده الناحيه التانية نفس الكلام عشان ما يتحركش واحنا بنصب بس الخليط بتاع الكيك بس. ونبدأ ننزل بقى بخليط الكيك كله اللي احنا عملناه في الصاج ونفرده ونسويه كويس. هنبدأ بقى نساوي الخليط كده بتاع الاسبونج في الصاج بتاعنا، نسويه بقى على قد ما نقدر بالشكل ده كده في الصاج، وندخله بقى على فرن 180 رف اوسط شغال من تحت بس. تمام. هنسيبه مش هياخد وقت، تقريبا من 10 دقايق لربع ساعة. الفرن طبعا شغال من قبل ما نبدأ خالص في الوصفة علشان ياخد درجة الحرارة اللي احنا عايزينها. هدخله بقى الفرن واول ما يطلع هوريهولكم. وده كده شكل الكيك بتاعنا لما خرج من الفرن. هنبدأ بقى ان احنا نسلك الجوانب دي ونخلصها من الصاج علشان نقلبه. عايزه اقول لكم هش جدا جدا وريحته حلوه جدا بالشكل ده كده. هو طبعا من تحت سالك علشان ورقه الزبده، هو بس احنا هنخلص الجناب دي. اهو بالشكل ده كده. نبدأ بقى نحط عليه ورقة من الزبدة ونقلبه على الوش التاني. نبدأ بقى بالراحة نتخلص من ورقة الزبدة اللي كانت موجودة في القالب من تحت كده بالشكل ده. اهي زي ما انتم شايفين لونه حلو جدا مستوي مفيهوش اي حاجة وريحته تحفة. انا دلوقتي هعمل الكيك بتاعي 3 طبقات. طيب هنعملهم بقى ازاي؟ انا معايا اطار هنا مقاس 20، ده اللي انا هستخدمه. هبدأ اقطع بيه الكيك بالشكل ده. الكيك هش جدا على فكرة، تحفة. تمام. وسهل جدا، طريقته سهلة جدا واقتصادية وما اخدتش اي وقت. بصوا السمك بتاعه حلو وهش جدا زي ما انتم شايفين، حلو قوي والسوا بتاعه جميل. برضو هنعمل جزء تاني برضو بالقطاعة دي، وهنبدأ كده نقطع. ممكن نجيبها كده شوية عشان تطلع مظبوطة. اهو ده كده الجزء التاني برضو حلو جدا تحفة. والجزء اللي في النص هنستخدم القطعة دي اللي هنحشي بيها الجزء اللي في النص. هنسيبها بقى تبرد ونعمل الكريمة بتاعتنا
ونشوف بقى بعد كده هنجهزها ازاي وهنركبها ازاي فوق بعض عشان تبقى تورته بلاك فورست اقتصاديه جدا وسريعه جدا جدا فوق ما تتخيلوا. الكريمه احنا عملناها كتير قوي مع بعض قبل كده، هي كوبايه ونص من الكريم جانتيه الخام، هحط عليه كوبايه ونص من الميه المتلجه، وهحط عليهم 3 معالق من السكر، وبكده هتبقى الكريم جانتيه بتاعتنا جاهزه. هجهز بقى كل الحاجات واقول لكم هنركبها ازاي. تعالوا بقى دلوقتي نبدأ نركب الكيك بتاعنا او تورته البلاك فورست اللي احنا هنعملها. بصوا انا جبت الاطار اللي انا قطعت بيه ده، وجبت الورق ده ورق بتاع الدوسيهات. المفروض ان انا استخدم ورق فاكيوم، خصوصا للناس اللي بتشتغل اونلاين ان هم يستخدموا ورق فاكيوم، هو ورق برضو شفاف زي كده، ويعملوا نفس الاطار ده، ياخدوا مقاس الكيك ويعملوا نفس الاطار ده ويقفلوه بسولوتيب من الجناب علشان يبقى الكيك طالع مظبوط. انا ما عنديش ورق فاكيوم، او انا ست بيت وهعمل في البيت للبيت عندنا، انا جبت اي ورق عندي، هو بس مجرد ان انا بظبط بيه الكيك ان هو يطلع مظبوط جدا ما فيهوش اي ميل ليمين ولا شمال. فانا جبته وحطيته كده في الاطار اللي انا قطعت بيه الكيك. هبدا دلوقتي بقى احط اول طبقه، هجيب حته صغيره كده من الكريمه تحت علشان الكيك يبقى ثابت ما يتحركش معايا وانا بكمل الجرنش بتاعه، واحط كده شريحه من الكيك بالشكل ده اهي، مظبوطه طبعا جدا لان احنا مقطعنا بنفس الاطار. هنبدا بقى نسقي الكيك. الكيك ده لازم يتسقي. انا ما بحبش اسقي بالميه بتاعه الكومبوت لو انا هحط فاكهه، لان دي بتحتاج انها تتاكل في نفس اليوم، وغير كده طعمها بيتغير. فاحسن حاجه نسقي بيها يا اما ميه بسكر، نعمل نص كوبايه ميه على نص كوبايه سكر ونحطهم على النار يغلي كأننا بنعمل شربات حلويات، وبعد ما نبرد نسقي بيه. او لو احنا حابين يكون في طعم غني للكيك وطعم الشوكولاته باين قوي، انا بستخدم هنا معلقه من النوتيلا بدوبها في شويه من الميه بالشكل ده كده، وابدا اسقي بيها الكيك. اسقي بقى كويس جدا عشان الكيك بتاعي يبقى رطب وطعمه حلو. هبدا بقى دلوقتي انزل بالكريمه، احط بقى طبعا طبقه حلوه من الكريمه بين الطبقات بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده، اهتم طبعا بالاطراف عشان هي دي بتبقى باينه معانا من الجناب اهي. انا حاولت هنا ما استخدمش اي كيس حلواني ولا اي حاجه، الموضوع سهل جدا، هنعمل بس روزيتات في الاخر بالكيس الحلواني، لكن غير كده هي كده سهله جدا اهي بالمعلقه. انا عملت الورق الفاكيوم ده ارتفاع 10 سنتي، في طبعا في منه اللي بيتباع في السوق في ارتفاع 10 وفي ارتفاع 7 وفي ارتفاع 5، الارتفاع اللي تحبوه ممكن طبعا تستخدموه. انا حبيت هنا اعملها ارتفاع 10 سنتي علشان هي تورته صغيره، لما تتقسم يبقى كل واحد ليه قطعه كويسه. دي طبعا بتكفي من 4 ل6 افراد كويس جدا جدا. طبعا بما اننا بنعمل بلاك فورست فاحنا المفروض كنا نحط في النص فوق الكريمه صوص كريز، انا ما عنديش فاستبدلته بالكريز مسكر. نحط برضو حبه كويسين في النص، ممكن كمان نحط مكسرات زي ما انتوا حابين تقدروا تستخدموا اهو بالشكل ده كده. وزع بقى كويس عشان كل القطع يطلع فيها كريز اهو بالشكل ده. حابين تحطوا كمان مكسرات طبعا ممكن. نبدأ بقى نحط الطبقة التانية اللي هي القطع الكيك اللي كانت طالعة من الجناب، هنبدأ بقى نستعملها بالشكل ده. هي دي كده مش هتبان في النص فنقدر نحطها بكل سهولة اهي كده بالشكل ده. نقطع الزيادات دي نحطها هنا كده اهي كده بالشكل ده تمام مظبوطة جدا. برضو نعمل نفس الخطوة، نسقي الكيك بتاعنا كويس جدا. نرجع تاني نحط طبقة من الكريمة برضو زي ما عملنا في اول طبقة، وبرضو هنحط كريز او مكسرات زي ما احنا عايزين. نبدأ بقى دلوقتي نحط الطبقة الاخيرة من الكيك بالشكل ده كده اهي. بصوا بدأت تبان من الجنب، شوفوا شكلها، عايزة برضو اوريها لكم. بصوا هتطلع شكلها تحفة جدا وطعمها روعة. برضو نفس الكلام بنسقي الكيك. نبدأ بقى نفرد الطبقة الأخيرة كده بالشكل ده، نحاول بقى نسويها على قد ما نقدر. هتساعدنا أوي الفاكيوم في الحكاية دي ان احنا نساوي الوش بتاع التورتة. اي زيادات بقى بره زي كده دي هنمسحها بمناديل
عشان لازم تطلع طبعا نظيفه جدا من بره، ما فيهاش اي حاجه، وخصوصا لو احنا شغالين اونلاين او حتى بنعمل لنفسنا في البيت لازم الحاجه تكون شكلها حلو. هندخلها بقى التلاجة تتماسك شويه لحد ما نبشر شويه من الشوكولاته، ونكمل الجرنش اللي هنعمله فوق البلاك فورست بتاعتنا. تعالوا كده نبشر شويه من الشوكولاته. هنجيب السكينه بالشكل ده وقالب الشوكولاته ونبدا ننزل عليه كده، هيطلع لنا بشره زي اللي انتوا شايفينه ده كده بالظبط. بس خلي بالنا طويل بقى لان هي بتاخد وقت شويه عشان يطلع شكله حلو كده. تمام، هنبدا نشتغل بالشكل ده كده، ولا يطلع ده نحطه شويه في الفريزر علشان نعرف نمسكه. بعد ما عدى بقى كده نص ساعه في التلاجة، تعالوا نبدا نعمل لها روزيتات اللي على الوش. سهله جدا، مفيش اسهل من كده. انا استخدمت التب دي، بصوا هي دي اللي انا هشتغل بيها الروزيتات اللي على الوش اهو بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. وهنبدا بقى نحط على كل واحده كريز اهي، وكمان هنحط في النص الشوكولاته اللي احنا بشرناها بكل سهوله. وبكده نبقى عملنا تورته بلاك فورست تحفه اقتصاديه جدا جدا، مش مستعملين فيها حاجات كتير. انا ما جلستش من بره عشان تبقى سهله لو حد لسه بيعمل لاول مره. حابين تجلسوها من بره طبعا من على الجناب هنا، دي حاجه طبعا براحتكم. انا حبيت اعملها سهله وسريعه واقتصاديه ومن غير ادوات كتير ومن غير حاجات كتير نستخدمها، وطالعه زي ما انتم شايفين شكلها تحفه، احسن الف مره بنشتريها من بره. ودي اهي الشوكولاته اللي احنا بشرناها. نبدا بقى نحطها هنا كده في النص اهو بالشكل ده كده. كميه بقى زي ما انتوا عايزين تحطوا، دي حاجه براحتكم جدا اهي بالشكل ده كده اهو بالشكل ده كده. حلو جدا، مش محتاجين اكتر من كده. احلى بلاك فورست سريعه ممكن تعملوها. هستنى تطبيقاتكم ليها، واتمنى ان شاء الله انها تعجبكم. هي بصراحه طالعه تحفه تحفه بمعنى الكلمه، وهتشوفوها ان شاء الله في العيد ميلاد. انا حبيت اشارك معاكم تورته عيد ميلادي. انا حبيت اعملها سهله وسريعه، ما تاخدش اي وقت ولا مجهود، وفي نفس الوقت حلوه جدا وغنيه رغم ان هي اقتصاديه، لكن طالعه غنيه جدا. السبونج حلو جدا، اما بنسقي بالنوتيلا بتخلي الكيك غني جدا جدا بالشوكولاته. حاطين شوكولاته على الوش، مستخدمين كريز، لو عندكم صوص كريز يبقى هتطلع هايله جدا. حابين تحطوا مكسرات في النص زي ما تحبوا، هتطلع معاكم تحفه تحفه تحفه. انا هسيبها ترتاح في التلاجة، وساعه العيد ميلاد هشارككم عشان تشوفوا شكلها عامله ازاي. Happy birthday to you, cha cha cha. Happy birthday to you, cha cha cha. Happy birthday to birthday. Happy birthday to you. يلا انا اروح اقطع التورته واقول لكم سلام.